السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل القلقاس ابو خضره مع بعض بطريقه سهله جدا، عشان انا بصراحه شفت على ناس كتير عاملاه بس مش بنفس الطريقه دي سهله جدا وبتدي طعم حلو قوي، ومش هتحس ان انت عملتي، يعني طريقه سهله. اول حاجه بس نبقى متفقين عليها، القلقاس ما بيتغسلش خالص، ما تحطيش عليه ميه خالص. المهم احنا هنقطعه تقطيعه حلوه كده مكعبات، وفوطه نضيفه تكون بتستخدموها للخضار وكده، ونمسحه كده على قد ما نقدر من الماده اللزجه اللي هي بتبقى فيه دي، ما نجيبش ناحيته ميه خالص، ونلفه كده في الفوطه واحنا جايبين ربطه سلق وكزبره وشبت بس، ما نجيبش بقدونس. وفي الكبه بناخد الورق بس بتاع الخضره بتاعتنا، ما بناخدش العيديه، يعني ورق السلق وورق الكزبره والشبت. وفي الكبه كده وهنفرمهم فرمه حلوه، نحط ربع كوبايه ميه معاها عشان ينزل الميه الخضراء بتاعته اللي احنا بنحطها مع القلقاس. هنفرمه كويس عشان ما يبقاش خشن معانا. وهنا هنصفي اللي احنا عملناه ده اللي فرمناه بالمصفى عشان ناخد الميه اللي فيه. لو ما عندكيش كبه في الخلاط او تخرطيه بمخرطه، المهم ان انت تحاولي تخرطيه تخريط ناعم عشان ينزلك الميه اللي فيه، هي دي اللي بتدي طعم للقلقاس جميل. بصراحه انا شفت كل اللي عملوا القلقاس على السوشيال ميديا ما عملش كده، ما بياخدش الميه بتاعته يحطها مع الشوربه. لا، جربوا الطريقه دي وهتعجبكم. هنصفيه خالص كده بمعلقه ونركن ده على جنب دلوقتي. احنا طبعا حاطين الشوربه بتاعتنا تغلي، يا دوب هنحط فيها ملح وشويه كزبره وشويه فلفل اسمر بس، يعني القلقاس برضو مش عايز بهارات كتير. هنركن الميه بتاعته دي على جنب، وبرضو اللي احنا صفيناه برضو لغايه ما القلقاس لما احس ان هو استوى نص سوا. بس ده صفيناه من الميه خالص اهو. ما شاء الله الطريقه دي بتخلي القلقاس معاكي لونه جميل وتحفه، وبيبقى لونه اخضر خالص، غير لما بتخرطي السلق كده وما تصفوش وتحطي السلقه على طول. هنا الشوربه غلت اهي، هنحط القلقاس. والقلقاس برضو حسب القلقاس اللي انت جايباه، في قلقاس بياخد سوا وفي قلقاس ما بياخدش سوا، يعني ممكن ربع ساعه وتلاقيه استوى، حسب القلقاس اللي انت جايباه. اهم حاجه نمسحه بالفوطه حلو. هنحط بس كزبره ومكعب مرقه وشويه فلفل اسمر وملح، وما ننساش ان احنا متبلين الشوربه بتاعتنا كمان، يعني ما نزودش الملح. هنا بقى دخل على السوا اهو. هنضيف بقى الميه الخضراء بتاعت القلقاس كده، مجرد ما تحطيها تلاقي لون القلقاس اتغير معاكي. ناس كتير بقى بلاقيهم بيخرطوا السلق ويروحوا محمرينه على طول وحاطينه، لا جربوا الطريقه دي جميله قوي. هنا بقى دي قطعه ليا صغيره كده ومعلقه سمنه، وادي بقيه السلق اللي احنا مصفينه. هنحمره بقى تحميره كويسه خالص لما نحس ان هو نشف معانا كده ولونه غمق، بس للاسف انا الفيديو ما كملش للاخر. وهنضيف معاه ربع معلقه توم. اول ما السلق خلاص يخش على السوا كده والاقي لونه غمق، عشان التوم ما يتحرقش معانا بنحط التوم في الاخر. هنفضل نقلب في السلق كده لما ينشف معانا خالص، وتحس ان هو متحمص كده، يعني يبقى خشن معانا كده وينشف خالص. انا هنا بعد ما ضفت السلق، بس ما للاسف الفيديو ما كملش معايا اهو. والله الطريقه دي في منتهى الجمال، جربوها وهتعجبكم جدا وبألف هنا.